إزاي ترفعي تركيزِك وطاقتِك بأدوات علمية ومتجربة زي روتين دكتور أندرو هوبرمان عالم الأعصاب الشهير من غير لا دراما ولا تعقيد. أهلًا بيكم في Brain Talks with زينة، فضفضة دماغ. أنا زينة فرج Brain Health Coach وأم، وعندي ADD يعني زيكم. عايزة أقول لكم إن أنا عايزة أعيش حياة متوازنة من غير تشتت، وده اللي باحاول أعمله هنا في البودكاست معاكم، إننا نلاقي كل اللي يساعدنا ويساعد دماغنا إنها تشتغل صح من غير ضغط، من غير ما نحس إننا أقل أو محتاجين نكون حتى perfect. تعالوا النهارده هنتكلم عن واحدة من أكتر الحلقات اللي أنا نفسي كنت محتاجاها ومستنياها من دكتور أندرو هوبرمان، وهي إزاي نركز لو عندنا تشتت أو حتى ADHD، مش بس as a parent أو كأم أو كشخص بيشتغل وعنده شغل، ولكن كناس عايزين ننجز ونعيش مرتاحين وحاسين إن إحنا مش مضغوطين طول الوقت. أول خطوة إننا نفهم دماغنا صح، نفهم لو إحنا عندنا ADHD محتاجين نفهم دماغ ال ADHD، لو إحنا بنتشتت محتاجين نفهم دماغنا بتشتغل إزاي. دكتور أندرو هوبرمان عالم الأعصاب الشهير، بالمناسبة هو في جامعة ستانفورد، بيقول إن التركيز مرتبط بالدوبامين سيستم. الدوبامين سيستم، أيوة بالدوبامين سيستم. يعني الناس اللي عندها ADHD بيبقى فيه خلل في التوازن بين شبكتين عصبيتين موجودين. أول شبكة اللي هي الديفولت مود نتورك، ودي بتشتغل لما احنا بنسرح، نتخيل، نبص للماضي أو حتى نفكر في المستقبل. ولكن في واحدة تانية أو شبكة تانية وهي التاسك دايركتد نتورك، ودي بتشتغل لما نركز في مهمة دلوقتي حالا. طب المشكلة فين بقى؟ المشكلة إن في ال ADHD الشبكتين دول بيتلخبطوا، يعني إحنا بنحاول نركز لكن الحقيقة إن دماغنا عايزة تفكر في الماضي أو في المستقبل. وهنا بقى بيجي السؤال، هل نقدر نساعد دماغنا إنها تغير الطريقة اللي بتشتغل بيها؟ يعني هل نقدر نعمل ريواير لدماغنا؟ والإجابة طبعا نقدر نعمل ده، وبالعلم كمان وبخطوات بسيطة جدا، مش معقدة، مش روتين المليونيرات، روتين مناسب لدماغي أنا كحد عنده تشتت أو حتى عنده ADHD. طيب تعالوا بقى نتكلم على الأدوات العلمية اللي ممكن نزود بيها تركيزنا زي ما دكتور أندرو هوبرمان قال. أول حاجة أو أول رول اتكلم عليها هي 17 دقيقة تركيز. إيه بقى؟ هو قال أول ما بنيجي نشتغل نبتدي نحط التايمر بتاعنا على 17 دقيقة ونخلصهم وناخد 3 دقايق راحة، وبعدين نعمل الموضوع ده 3 مرات ورا بعض، هنبقى خدنا ساعة بالظبط من التركيز. طيب ليه 17 دقيقة؟ يعني ليه مش 5 دقايق؟ ليه مش 10 دقايق؟ لأنه على حسب علم الأعصاب دي المدة الكافية إنها تحفز الدوبامين وتحسسنا بالإنجاز، وفي نفس الوقت ما نوصلش لمرحلة الإرهاق إن إحنا بنبقى مرهقين. طيب يعني الكلام ده علمي، عمليا بقى أعمل إيه؟ عمليا بقى أجيب تايمر واحطه على 17 دقيقة، وأول ما التايمر يخلص أقوم 3 دقايق أعمل حاجة تانية وأرجع تاني، ولما أكرر ده 3 مرات ورا بعض هبقى خدت ساعة كاملة من التركيز، والتركيز الكويس جدا كمان. فأنا بعلم دماغي إزاي يبقى مركز حتى في خطوات أو في وقت قصير جدا. طيب الحاجة التانية اللي دكتور أندرو هوبرمان قال عليها بانوراميك فيجن، وانا لما سمعت دي افتكرت موقف كان حصل زمان قوي ايام ما كنت في الجامعه، مش قوي يعني ايام ما كنت في الجامعه كان عندنا ماده اسمها توبولوجي، اللي هي علم دراسه المساحات في الفراغ. الماده دي ما كانتش سهله، وكانت بتتطلب مننا مجهود وتركيز وفي نفس الوقت خيال. فكان عندنا معيد في الجامعه، دكتور مش لازم نقول الاسم، بس كان عندنا معيد وهو كان شاطر جدا ومن اكتر الناس اللي شاطره في الماده دي. كان كل ما في السكشن كل ما في مساله تقف معاه كان يسيب الكلاس كله ويرجع لورا خالص ويبص عليها من ورا، وفي الحقيقه انها كانت بتتحل، واحنا ساعتها لما كنا بنجرب الطريقه دي كانت بتنفع جدا. طب ايه ده بقى؟ هي دي البانوراميك فيجن. انا ما كنتش اعرف ساعتها ان هي اسمها بانوراميك فيجن، ولكن ان احنا بنطلع عينينا ودماغنا من الحاجه اللي احنا واقفين فيها او من الزون اللي احنا فيها.
الحقيقة إن إحنا لمّا بنبُص بعيد أو بنوسّع نظرنا شوية، فده بيحفّز مركز التركيز اللي في المُخ. العلم قال كده، إننا لمّا بنبُص بعيد أو نوسّع عينينا وإحنا بنبُص شوية في حتّة تانية غير اللي إحنا كُنّا مركّزين فيها، فمركز التركيز في المُخ بيتحفّز. طَب نعمل إيه بقى، نستغل الأداة دي إزاي؟ كل ساعة فاكرين ال3 مرات بتوع البرومودورو اللي هم 17، 17، 17، كل ما نخلّص ساعة نقوم نبُص في الشباك، نروح بلكونة، نتمشى شوية، نبُص على أي حاجة ولكن من غير الموبايل. يعني ممكن نبُص على بيت برّه مثلًا، على الشارع بشكل قوي ونركّز لمدة دقيقة بس، بس مش اللي هو نمشي واخدين الموبايل وعمّالين نبُص فيه. والحقيقة إن النتيجة دي هايلة جدًا، خصوصًا بعد ما جرّبتها. المُخ بيبقى مستعد يرجع ويشتغل بكل طاقته كمان، لإنه فصل تمامًا. طيب، دي كانت النصيحة التانية. إيه بقى النصيحة التالتة؟ القهوة، تأخير الكافيين الصبح. دكتور أندرو هوبرمان قال ما نبدأش يومنا بقهوة على طول، لازم نستنى من 90 دقيقة ل120 دقيقة، يعني من ساعة ونص لساعتين بعد ما بنصحى. طب ليه الكلام ده بقى؟ ببساطة لأننا أول الصبح هرمون الاستيقاظ الطبيعي أو الكورتيزول بيشتغل أول ساعتين، فأنا لما بشرب كافيين بخلي الهرمون ده يكبر أو يكتر، فلما بيكتر الحقيقة إنه بيكسر هرمون الدوبامين بدل ما يساعده، فالنتيجة إن بلاقي نفسي مش مركزة، ممكن أركّز شوية صغيّرين في الأول، وبعد كده خلاص بقى ممكن أتوتّر، ممكن ألاقي نفسي مش مركّزة أو دماغي يحصل له مش shut down، يعني تحس إن هو إيه، ابتدى يهبط كده شوية. فهو بينصح إن الكافيين يكون نشرب طبعًا قهوة، هو ما قالش ما نشربش قهوة، هو طبعًا بالاعتدال، بس يكون بعد ما بنصحى من ساعة ونُص إلى ساعتين، بعد 90 دقيقة. طيب الحاجة الرابعة اللي هو قال عليها وهو الدوبامين ريوردز أو نظام المكافآت. كل ما تخلّص مهمة بسيطة حتى لو حاجة هبلة عبيطة يعني، نكافئ نفسنا بحاجة بنحبها، وأنا اتكلمت عن ده قبل كده في كذا فيديو يمكن من الحاجات، لإنها بتربط دماغنا بحاجة حلوة. يعني أنا خلّصت حاجة لمّا أنجز يبقى بيحصل لي حاجة حلوة أو حاجة باحبها، ممكن الحاجة دي ما تكونش حاجة فظيعة، يعني ممكن نكون حاجة المكافأة دي مثلًا كوباية شاي بلبن بنحبها، نتمشى شوية مثلًا، أو حتى نقول لنفسنا شكرًا، برافو. في الmartial arts في التايكوندو الولاد لمّا بييجوا يتمرّنوا، بعد ما بيخلّصوا بيعملوا تحية للمدربين وتحية لأهاليهم. الحلو بقى في الموضوع إن بعد ما بيخلّصوا دول، هم بيرفعوا إيديهم فوق ويسقّفوا لنفسهم هم، فده بيربط عندهم نوع من أنواع الدوبامين، الدوبامين بيعلى، الدوبامين اللي هو إيه، الله أنا عملت حاجة حلوة، فييجي المرّة الجاية وهو رايح يتمرّن يحس إن هو بيعمل حاجة هيحس فيها إن الدوبامين بعدها، الدوبامين هيعلى بعدها، فبالتالي بيجري عليها، لإن هي بالنسبة له مرتبطة بمكافأة. الدوبامين أو ليه الدوبامين بيعلى؟ طب تعالوا نفهم الحتّة دي شوية، مش عايزة أجري فيها بسرعة. إحنا لمّا بنعمل كده أو بنعمل reward system أو جايزة بعدها، ده بيساعدنا نبني عادة اسمها dopamine spikes on completion، ودي بتعمل إن بتخلّي الspike بتاع الدوبامين يعلى لمّا باكافئ نفسي، ودي في نفسها بتعيد برمجة المُخ أو ترewire المُخ بشكل كبير جدًا، تخلّيه يفهم إن العادة اللي أنا باعملها دي ده كان التركيز وبعدها خدت حاجة حلوة باحبها، الله طب يالّا نعملها تاني، تمام؟ طيب الحاجة الخامسة وهي حاجة من الحاجات المهمة جدًا، جدًا اللي اتكلم عليها دكتور أندرو هوبرمان، الأكل والمكملات الغذائية. طيب إيه بقى الأكل؟ هو ما اتكلمش على كل الأكل طول اليوم، وعنده حلقات تانية ممكن نبقى نتكلم فيها على موضوع الأكل المناسب للتركيز طول اليوم، ولكن هو أهم حاجة اتكلم عليها الفطار، وجبة الفطار. وجبة الفطار ما تكونش سُكّر. وجبة الفطار لازم تبقى غنية بالبروتين ونتجنب السكريات على قد ما نقدر، ويكون كمان فيها أوميجا 3. لو الأوميجا 3 ناقص بناخد المكمل الغذائي ولازم تستشيروا الدكتور، أو ممكن طبعًا ما حدش بيفطر سمك، ولكن في حاجات كتيرة فيها أوميجا 3
ممكن نفطر بيها الصبح ويكون فيها بروتين كمان زي الشيا سيدز مثلا، ويكون فيها بروتين كمان. ممكن نعمل حلقة خاصة يعني بالأكل المناسب للدماغ أو لتقوية التركيز في الدماغ. طيب ليه بقى الموضوع ده مهم، أو الأكل والأوميجا 3 مهمة الصبح للدماغ؟ لأنه بيخلي الجهاز العصبي جاهز للشغل، مش إن هو يبقى كسلان، مش إن هو فجأة كل حاجة فيها سكر ففجأة بقى عنده نشاط لمدة نص ساعة وبعد كده كسلان بقى علشان السكر بوظ له اليوم يعني. تعالوا نتكلم كده، احنا اتكلمنا عن 5 أدوات، تعالوا نتكلم عن الأداة السادسة وهو بيسميها NSDR. ايه NSDR ده Non Sleep Deep Reset. دي جلسة تنفس. الجلسة دي بنعملها في نص اليوم، يعني مثلا بعد الظهر بعد العصر. دي جلسة تنفس لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق، مفيش وقت، دقيقتين 3، تمام؟ بس بتعمل إيه؟ بتعمل ريست للمخ. عارفين لما بنعمل كده، مش فورمات، بنعمل ريست للفاكتوري بتاع الموبايل، ما بيعلقش ما بيهنكش الكلام ده كله، نفس الحكاية احنا نعملها للمخ بتاعنا. بنعمل ايه؟ هي تنفس يعني 4، التكنيك بنسميه 4-4-4 أو 4-4-4. بنعمل فيه ايه؟ بناخد انهيل لمدة 4 عدات، وبعدين نحبس النفس شوية 4 عدات تانيين، وبعدين اكسهيل نخرج النفس ده في 4 عدات لتالت مرة، ونكرر ده بيحسن الأكسجين والدورة الدموية جوه الجسم، فبيريليز أي ضغط على الدماغ أو أي يعني عدم تركيز طول اليوم. بيطلع كل الحاجات، وفعلا بيخلي الجسم مستعد ان هو يبقى احسن، والدماغ ان هو يركز تاني بعد ما فصل لشويه. على فكره في ناس تانية بتعملها ان هي تنام ال10 دقايق دول which is nice، اللي هي الناب بتاعت نص اليوم يعني، او القيلوله زي ما بيقول. طيب دي كانت الحاجه السادسه. ايه بقى الاداه السابعه اللي احنا هنتكلم عليها؟ ودكتور اندرو هوبرمان عمل فيها الحقيقه لوحدها حلقات كتيره جدا، ولكن في الحلقه دي هو اتكلم ببساطه عن اسهل حاجه ممكن نعملها خاصه بده، وهي الديجيتال مينيماليزم او بيئه خاليه من التشتت. الموبايل السكرينز، نقفل النوتيفيكيشنز او نعمل دونت ديسترب اصلا. لو احنا قاعدين بنشتغل نقفل التابس اللي ملهاش علاقه بالتاسك اللي احنا بنعملها. والحاجه الاهم بقى كمان بالليل، مش هو قال اخر ساعتين المفروض ان مفيش سكرينز، ونبعد عن النوتيفيكيشنز، ونبعد عن الموبايل، ونبعد عن الشاشات. انا بقول لك اخر ساعه، مش قادره يا ستي اخر ساعه، اخر نص ساعه مش نقفل دونت ستارب للموبايل، مفيش شاشات. ابتدي هدي جسمك بيبتدي يهدى، ودماغك بيبتدي يهدى، حتى بيخليكي تستعدي ان انت تنامي بطريقه افضل وبشكل افضل واسرع كمان. انا شخصيا اليوم اللي ببتدي فيه مثلا اول ما بصحى ان انا افتح الموبايل، ابص مثلا على الايميل، او ابص اشوف مثلا مين عمل لي كومنت على فيديو، ولا مين معرفش ايه، او مين كتب لي حاجه بعت لي رساله على الواتساب. اليوم ده بيبقى يوم ضايع الحقيقه، لان انا ببقى متخيله ان انا ايه، خلاص طيب انا بصيت على دول وقفلت الموبايل، وبعدين هروح بقى اشوف الشغل. بس انا في الحقيقه باللي انا عملته ده برمجت مخي ان انا رايحه اشتغل، بس مخي في حته تانية، في عالم اخر بقى، بيفكر بقى في بكره، بيفكر في الماضي، في المستقبل، في اي حاجه تانية غير اللي انا عايزه اقعد واركز فيها يعني. ويمكن من الحاجات اللي خلتني اظبط ده كمان في البدايه ان انا كنت بطبق قاعده ال 17 دقيقه. يمكن انا قبل كده في فيديوهات قبل كده قلت لكم انا دايما بتكلم في كام حاجه كده، بتكلم عليهم دايما زي البرومودورو او التايمر. ده من الحاجات المهمه جدا خصوصا للناس اللي عندها تشتت او ADHD. ويمكن من الحاجات انا كنت دايما قلت لكم قبل كده ان ممكن نخليها 25 دقيقه، ممكن نخليها 20 دقيقه. سبحان الله علم الاعصاب بقى قال ان او الافريج بتاع البني ادم اللي دماغه ممكن تركز فيها ومن غير ما تحس بالارهاق هم ال 17 دقيقه دول. جربوها وشوفوا هتغير شكل يومكم ازاي، لان هي فعليا غيرت اليوم معايا. طيب تعالوا كده نقول الحاجات ورا بعض كروتين تركيز لليوم الكامل. اول حاجه، اول ساعه في الصبح
لازم نتعرّض لنور ربنا، الشمس بقى طالعة مش طالعة نتعرّض للإضاءة الفعلية بتاعة ربنا، بتفرق كتير. في ناس عايشة في دول ما فيهاش إضاءة، على فكرة في زي لمضات كده بتاعة infrared بتطلّع يعني بتحاكي الإضاءة، بس طبعًا إضاءة ربنا أفضل، بس باقول لِك لو ما فيش ده مش موجود، افتحي يا ستي الشباك، افتحي الستارة، اطلعي في البلكونة شوية. طيب الحاجة التانية القهوة أو الشاي أو أي كافيين بعد 90 دقيقة من ما تصحي، يعني مثلًا لو بتصحي الساعة 06:00 يبقى أول قهوة ليكِ هي الساعة 07:30 على ما تبتدي حتى تعملي شوية حاجات وتجهزي هتبقى الساعة 07:30 فساعتها ممكن تعملي القهوة بتاعتِك. طيب الحاجة التالتة هي جلسات البرومودورو أو التايمر 17 دقيقة شغل، 3 دقايق راحة، وبعدين أكرر. وكل ساعة كل ما أخلّص ساعة من الشغل أعمل حاجة اسمها panoramic vision عينيّا تروح لحتّة تانية خالص تركّز فيها لمدة شوية، أحس فيها إن أنا دماغي خرجت، وبعدين أرجع تاني للحاجة اللي أنا كنت باركّز فيها، وحاجة مهمة جدًا وأنا باعمل الpanoramic vision دي ما آخُدش معايا الموبايل أقعد أبُص فيه، لإنها دي مش هتعمل فرق خالص. طيب الحاجة اللي بعد كده وجبة الفطار فيها بروتين، فيها omega 3 مهمين جدًا نحاول على قد ما نقدر نبعد عن السكريات الصبح. طيب بعد الضهر أو بعد العصر لو عندِك تقدري تشتغلي من البيت أو حتى تقدري تعمليها الناب الصغيرة اللي هي ال10 دقايق، مش قادرة تعملي دي، ممكن تعملي تمرين التنفس اللي إحنا اتكلمنا عليه اللي هو 4، 4، 4 لمدة مثلًا 5 دقايق بالكتير أوي. يعني أنا عارفة إن في ناس ما عندهاش وقت وما فيش وقت و10 دقايق 5 دقايق، دقيقتين، 3 بس اعملي، تمام؟ وآخر حاجة كنا اتكلمنا عليها هي الdigital minimalism ما فيش notifications وأنتِ قاعدة بتشتغلي، شيلي كل حاجة ما لهاش علاقة بالtask اللي أنتِ بتشتغلي عليها، وبالليل يا ستي أو آخر ساعة والّا نُص ساعة ابعدي عن الnotifications ابعدي عن الscreen. طيب الملخص بقى بتاع النهارده، إن التركيز ممكن يتبني، بس الحقيقة لو فهمنا دماغنا، يعني لو فهمنا دماغنا واستخدمنا أدوات بسيطة علمية وفعّالة، هنقدر نبني التركيز بتاعنا جدًا. بصراحة الحلقة دي اللي أنا سمعتها لدكتور أندرو هوبرمان وقُلت لكم الملخص بتاعها النهارده، من الكنوز اللي ممكن أي حد عنده تشتُّت، حاسس إن هو مش مركّز أو حتى عنده ADHD يعني كنز لا يُقدّر بثمن. وعايزة أقول لِك يعني إن الحاجات دي بسهولة لو أنتِ اتّبعتيها تقدري تبني يومِك بطريقة تدعّمِك، مش اللي هي طريقة تبقى ضدِّك. بس لو الحلقة دي بقى شايفة كده إن أنتِ استفدتِ منها، ابعتيها لصاحبتِك اللي بتشتكي من التشتُّت كل يوم وإن ما فيش وقت، وعايزة أقول لِك أنتِ مش لوحدِك، إحنا كُلّنا بنحاول نفهم دماغنا ونتعلّم نشتغل معاها مش ضدها، لإن ده مهم جدًا، في ناس بتشتغل ضد دماغها وده اللي بيخلّيها تُقع. إحنا مش عايزين نُقع، إحنا عايزين نتعلّم ونشتغل مع دماغنا عشان نبقى أحسن نسخة مننا. لو لسه ما اشتركتيش في البودكاست brain talks with زينة أو فضفضة الدماغ، هو موجود على Apple موجود على Spotify، ولو لسه ما عملتيش subscribe للقناة هنا في اليوتيوب، لو سمحتِ لو عجبِك الفيديو وافتكري دايمًا دماغِك مش كسلان، أنتِ بس محتاجة تفكّري بطريقة مختلفة شوية. سلام brains.